السلام عليكم. من اسهل واسرع والذ الحلويات اللي ممكن تعمليها لو جايلك ضيوف ومستعجله وعايزه تعملي حاجه حلوه وتقدمها لهم في اقل وقت واقل مجهود، هي اصابع الجلاش. حاجه كده سريعه، في اقل من 10 دقايق هتقدميها بالشكل الجميل اللي انت شايفاه ده. كل اللي هنحتاجه هي لفه جلاش، ولفه الجلاش دي عايزه اقولك انها عملت معايا 60 قطعه من اصابع الجلاش بالحجم اللي انت شايفاه ده وبالشكل الجميل ده. لايك ومتابعة لو أول مرة تدخلوا على القناة، ونسمي الله ونصلي على رسول الله، ونبدأ على طول بالمكونات وبالطريقة. أول حاجة هنا معانا لفة كاملة من الجلاش، ومعانا كمان نص كوباية من السمنة السايحة بدرجة حرارة الغرفة. وكمان السمنة هنا مش هنحتاجها كلها، هنحتاج نصها أو تلتها. عندي كمان كوبايتين من السيرب، والسيرب ده هقولك أنا عملته ازاي في الفيديو. وربع كيلو من الكنافة، حمرته مع معلقة سمنة ومعلقة سكر على نار متوسطة لمدة 5 دقايق، عطوني اللون الدهبي اللي انت شايفاه ده. سقيته بنص كوباية من السيرب، وقلبته كويس، ووزعت الشربات مع الكنافة، وكان جاهز معايا على الحشو على طول بالشكل ده. اول حاجة هنعملها ان احنا هنحضر مع بعض اللي هو السادة، وده اسرع حاجة لو عندك عزومة. طريقة التحضير بتاعته بالظبط هتاخد معاكي حوالي 4 دقايق أو 3 دقايق، وفي الفرن هتاخد معاكي 5 دقايق ل7 دقايق. يعني زي ما قلتلك أقل من 10 دقايق هتكوني مجهزاها. أول حاجة هنا بفرد ورق الجلاش وبدهنه بالسمنة، وبوزع السمنة كويس جدا بالفرشة، وبعدين بلف رول وأقطعه صوابع بالشكل اللي انت شفتيه ده. نيجي بقى لحشوة الكنافة. حشوة الكنافة هنا زي ما عملت في السادة، بفرد ورق الجلاش واديله مسحة بسيطة من السمنة، بوزع السمنة كويس جدا بالفرشة، وبعدين على أول حرف الجلاش بحط حشوة الكنافة، وبوزعها كويس جدا علشان خاطر تطلع الصوابع كلها زي بعضها، مش صوابع رفيعة وصوابع تخينة، وكمان تطلع معايا شكلها متماسك. الخطوة المهمة اننا واحنا بنلف الجلاش مع حشوة الكنافة، نلف ونشد علشان خاطر الصوابع الكنافة تطلع متماسكة معايا، مش طرية والحشوة تطلع منها وانا بقدمها. الخطوة دي مهمة جدا. الحشوة هنا لو عندكم تقدر طبعا تبقى سادة او كنافة، او لو عندكم شوية مكسرات او كاستر او مهلبية تقدموها سادة، أو معاها معلقة قشطة كده أو وش اللبن تقدروا تحشوا بيها. تقدروا كمان لو عندكم بسبوسة متبقية كنتوا عاملينها من قبلها متبقية، تقدروا كده تهرسوها بالشوكة وتعملوها رولات زي ما انتوا شايفين كده. ما شاء الله بتقطع معاكم كتير ومش بتاخد معاكم حشوة كتير. طبعا هنا السيرب انا عملته ازاي. عملت كوبايتين من المية، عليه كوباية ونص من السكر، ونص ليمونة عصرتها وحطيتها مع الشربات بقشرها علشان اخد نكهة الليمون، وكمان الشربات يطلع طعمه كده كويس، وطعم الجلاش منكه كده بنكهة الليمون. عايزة اقول لكم انها بتدي طعم حلو جدا للجلاش. بحط كمان لو عندك مية ورد ممكن تحطي معلقة، ممكن لو عندك فانيليا حطي باكت فانيليا، المتاح عندك حطي. ولو مش متاح لا فانيليا ولا مية ورد، تقدري تستكفي بقشرة الليمون زي ما قلتلك كده. بقلبه كده لحد ما يدوب السكر تماما. بعد كده بسيبه على نار متوسطة لمدة 5 دقايق. بعدها بيكون الشربات بتاعي او السيرب بتاعي جاهز. بسيبه كده على جنب، وببدأ بقى اسقي بيه الجلاش. لما بخلص طبعا كل الحشوة وادي لها اللون الذهبي بتاعها والجلاش يستوي، بسقيه بيها على طول. بعد ما بخلص كل الكمية بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ضروري جدا ادي مسحة بسيطة كده بالفرشة من فوق من السمنة علشان يطلع كلها لون ذهبي. وضروري جدا قبل ما نبدأ الجلاش نكون مولعين الفرن قبلها، علشان اول ما احط الجلاش ياخد لون معايا ذهبي. وهنكون مولعين الفرن من تحت بس. اول 5 دقايق هنحطها على البلاطة مباشرة، 5 دقايق، وبتاخد معانا اللون الذهبي من تحت، وكمان بتستوي من جوه. بديلها اقل من دقيقة تحت الشواية، بتاخد معايا اللون الذهبي ده. واول ما بطلعها
بسقيها بالشربات على طول. والخطوة المهمة جدا، بعد ما بنطفي الفرن طبعا بيكون لسه سخن، بعد ما بنسقي الجلاش بندخله الفرن على درجة الحرارة بتاعته المتبقية، وبسك الفرن. بتلاقوا الشربات زي ما ملاحظين اول ما سقينا الجلاش كان الجلاش عايم في الشربات. طبعا بعد ما بندخله الدقيقة دي او اقل من دقيقة بيشرب الشربات، وبيكون معاكي اصابع متماسكة بالشكل ده، وشارب الشربات طري من جوه ومقرمش قرمشة بسيطة من بره، وطعمه كمان ياخد العقل. لايك ومتابعة لو وصلت معايا لحد هنا. وكده الفيديو بتاعنا انتهى. دمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.